وانا صغير في المدرسه كنت الطفل المحترم اللي في الفصل، الطفل اللي الفصل كله بالمدرسين شايفينه ملاك، وفي نفس الوقت لو عمل غلطه بسيطه جدا هتلاقي الفصل كله بيشاور عليه. في عالم اليوتيوب المفروض ان اول 1000 سبسكرايب هم اصعب 1000 سبسكرايب، والناس في العادي بتعمل فيديوهات كتير عشان توصل للرقم ده. انا من 25 يوم كان عندي بالظبط 316 سبسكرايب. نزلت فيديو ومعرفش ازاي، بس الحمد لله في الوقت اللي بصور فيه دلوقتي معدي 6700 سبسكرايب من فيديو واحد. وده خلاني اخاف من المستقبل، وخلاني افكر هل انا فعلا عايز اكون مشهور؟ في العالم الالكتروني اللي عايشين فيه دلوقتي اللي قيمتك فيه بتتحدد بالرقم اللي موجود على البروفايل بتاعك، الناس كلها بقت عايزه تشير. الشهره ليها مميزات كتير، ممكن تجيب لك شغل، ممكن تخلي الناس تعاملك احسن، ممكن تساعدك في مواقف كتير، ممكن تجيب لك علاقات، والاهم من كل ده ممكن تجيب لك فلوس. وده اللي خلى ناس كتير تلجأ لاسهل طريق للشهرة. هتفتح تيك توك، لو انت ولد هتعمل فيديوهات تطلع نفسك فيها مهزأ وتعمل اي حاجه تخلي الناس تشتمك. لو انت بنت انت عارفه هتعمل ايه. وبعدين هتفتحوا انتوا الاتنين لايف حلو كده مع بعض، تقلوا من كرامتكم اكتر وتشحتوا فيه. اتشهرتوا وجبتوا فلوس بس. What did it cost? Everything. وفي طريقه تانية، وهي انك تعمل محتوى ايا كان نوعه. بس في حاجه لازم تبقى عارفها، الناس لما بيشوفوا حد اتشهر خصوصا على السوشيال ميديا بياخدوا عنه انطباع من اتنين بس. لو محتواك مفيد او بتضيف قيمه للمشاهد فانت ملاك، لو محتواك تافه او مش على هوا المشاهد فانت شيطان. بس خلاص انت خدت ليبل كده. لو اتحطيت في خانه الملاك اول غلطه الناس هتشوفها منك محدش هيرحمك ولا كانك عملت حاجه عدله في حياتك، وهتلاقي نفسك مره واحده في يوم وليله بقيت في خانه الشيطان. لو اتحطيت في خانه الشيطان ما ينفعش تعمل حاجه كويسه. اي حاجه كويسه هتعملها هيتقال عليك منافق او مرائي او اي حاجه غير ان نيتك فعلا تكون سليمه. والامثله كتير على الموضوع ده، اقربهم لسه من كام شهر مش من بعيد الشيخ امير منير. من غير الدخول في تفاصيل كتير، الشيخ امير منير لو متعرفوش فهو شخص مصري بيعمل محتوى ديني وفيديوهاته جميله والناس بتحبه جدا. من كام شهر عمل اعلان في فيديو ليه الابلكيشن ليه علاقه بعمره البدر، والناس ما صدقت. الموضوع طلع ترند والناس كلها بدات تتهمه ويعملوا عليه ميمز، ومحدش فكر يتاكد هو فعلا غلطان اصلا ولا لا، لغايه ما الموضوع وصل لانه اتسجن فتره. وغيره امثله كتير. انا الحمد لله اشتغلت في فيديوهات كتيره في قنوات كبيره على اليوتيوب، بس انا شغال في المطبخ جوه محدش يعرف اني موجود. لكن دلوقتي لو بقيت مشهور هبقى انا اللي في الوش، كل كلمه محسوبه عليك، انت هتتحاسب على اللي انت قلته واللي الناس كانت عايزاك تقول وانت ما قلتوش. مجرد ما هتقول حاجه مش على هوا الناس او اختلفت في راي مثلا عن الناس اللي بيتفرجوا عليك او غلطت اي غلطه، سهل جدا تنام وتصحى تلاقي نفسك متكنسل. النهارده الناس بتمدحك، بكره الناس بتشتمك. انا لما نزلت الفيديو مكنتش مستني منه حاجه، يوم ما يضرب هيجيب 1000 فيو مثلا وقشطه، يعني انا بعمل حاجه بحبها وفي نفس الوقت الفيديو ممكن يفيد حد. الحمد لله الفيديو عجب ناس كتير والفيدباك عليه كانت حلوه جدا، وبشكر طبعا اي حد عمل لايك او سبسكرايب او كتب كومنت او عمل شير، واكيد بشكر اي حد هيعمل الكلام ده على الفيديو ده كمان. بس اللي شفته من رد الفعل والكومنتات اللي جت على الفيديو، يعني في ناس بدات تحطني في الخانه الاولى، خانه الملاك. وانا مش كده، انا انسان في عيوب كتير، غلطت كتير وبغلط وهغلط. فده خلاني اخاف من المستقبل، ان ممكن في يوم من الايام ابقى انا الترند، ممكن ابقى الشخص اللي الناس بتقف له على الواحده وما بتصدق انه يغلط، ممكن ابقى الشخص اللي اي حد معاه ادى لمس يقدر يمدحه او يشتمه من غير ما يعرف حاجه عنه. ممكن الموضوع يوصل للسجن. هل لو بقيت مشهور اصلا او بقيت انفلونسر مؤثر هأثر على الناس بالإيجاب ولا بالسلب؟ تقريبا المره الوحيده اللي اتمنيت ان كنت اكون مشهور فيها لما عملت فيديو عن فلسطين. كان نفسي اكون مشهور عشان اوصل الكلام اللي في الفيديو ده لاكبر عدد ممكن، عشان كان عندي رساله عايز اوصلها للناس. واعتقد ان دي الحاجه اللي فعلا ممكن تخلي حد يسعى للشهره. لو عندك حاجه عايز توصلها للناس، او لو عندك هدف تاني وهتساعدك فيه الشهره، لو هتساعدك في شغلك مثلا او هتجيب لك فرص احسن، او لو انت مميز في حاجه او شاطر فيها لدرجه انها تخليك مشهور. لكن السعي للشهره لاجل الشهره مش هتملاك، وهتخليك تلجأ لحاجات انت مش عايز تلجأ لها، حاجات كلها زيت وبيض ودقيق وأون وزفت وقطران. فهل أنا فعلا عايز أكون مشهور؟ مش عارف. هل أنت عايز تبقى مشهور؟ يا غزة أنا بروحي معاكي، ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح وجعنا احنا. نسقط إن سقطت ولن تسقط، لا ولن نسقط ما دمنا، بكون صبا كنهر الغيث.